السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو، لو أول مرة تشاهديني يا ريت تنوريني بالاشتراك، ولو مشتركة عندها في القناة يا ريت تعملي لي اللايك الحلو فضلا وليس أمرا. ويا ريت طالبة منكم طلب برضو كمان تشاهدوا لي الفيديوهات من البداية للنهاية. هدخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. النهارده طبعا هدخل معاكم في الغدا. بس قبل الغدا كده جبت حاجات الغدا اللي هعمل بيها الغدا، ما كانش عندي الحاجات دي يعني، نزلت جبتها. انا بجيب يعني على حسب ما بستعمل، بجيب ما بجيبش كميات، بجيب على حسب ما بستعمل يعني. والناس كل واحد على حسب ما ممشي بيته يعني، في ناس بتجيب بالاسبوع وفي ناس بتجيب بالشهر. كل واحد على حسب ما ممشي بيته ازاي. جبت طماطم، جبت كيلو 2 كيلو طماطم. الكيلو كان عامل 20 جنيه. الطماطم مش عارفة ليه سبتت على 20 جنيه. جبت 2 كيلو ب40. بس بسم الله ما شاء الله يعني، ديكوا شايفين لونها حمرا وكانت حلوة يعني، بسم الله ما شاء الله عليها. جبت 2 كيلو طماطم وجبت برضو بيض. طبعا احنا بنفطر بيض او بنتعشى بيض يعني. في ناس هو البيض رخص، وفي ناس تقولك ان البيض مش يعني، اللي ماشي على نظام الطيبات ده بيقول البيض مش حلو يعني. يا ريت كده اللي ماشي على نظام الطيبات يكتب لي كده نظام كويس ولا ايه، عشان في ناس بتقول كويس وفي ناس تقول مش كويس. ما اعرفش يعني هو النظام كويس ولا لا، ولا هو بيمشي مع ناس وناس. اللهم صل على النبي. وجبت خيار، طبعا انا بجيب طماطم وخيار عشان بعمل سلطه في الصيف ده، بحب اعمل سلطه. وجبت نص كيلو لحمه مفرومه عشان عايزاه. وجبت كمان بطاطس. البطاطس غليت بعد ما كانت رخيصه، غليت الكيلو عامل 17 ونص. جبت 2 كيلو ب35. اللهم صل على النبي. وجبت فلفل رومي وجبت فلفل شطه. ما بقول لكم انا بكترش الخضار، بجيب كده بالطلب ولما يخلص اجيب تاني. جبت ربع كيلو بس شكلته يعني. وجبت كمان ايه، اللهم صل على النبي. وجبت كيسين صلصة. جبت كيسين صلصة. وجبت بابريكا عشان الاكله دي هتحتاج صلصه. يا ريت كده ما تسرعوش الفيديوهات ومش واحده واحده، وانتوا ايه هتعرفوا كل حاجه. وجبت كمان اللهم صل على النبي، جبت مكرونه، جبت مكرونه رويال. القوقعه دي، جبت القوقعه، حبيت اجيب كده اغير شكل المكرونه، بتدي شكل حلو كده في الطبق يعني، لما تسلقيها تبقى تديكي شكل حلو. جبت 4 اكياس يعني، جبت بالزيادة، قلت عشان لو عوزت ولا حاجة يبقى موجود عندي. جبت 4 اكياس يعني. في البداية كده أول حاجة كده جبت بصلاية كبيرة. بشرتها، لا صراحة أنا ما قطعتهاش، أنا بشرتها من المبشرة. وجبت معلقتين سمنة وحطيتهم في الحلة وهشوحهم كده، ما تحمرهمش، هو بس تشوحيهم تدبليهم بس. وبعد كده هنزل عليهم ايه بالنص اللحمه اللي كنت جايباه معاكم. النهارده الاكله خفيفه وسريعه وكل بيحبوها يعني، كل البيت بيحبها وما اظنش حد ما بيحبهاش. بس انتوا مشي معايا واحده واحده كده وانتوا هتشوفوا الاكله دي عباره عن ايه. انا مش هقولها من البدايه، بس انتوا استنوا واحده واحده كده وانتوا هتشوفوا. وجبت كده 3 فلفلات رومي يعني، و2 فلفل سخن كده. لو انت مش حابه اللي عندك اطفال وما بيحبوش الحاجة السخنة بلاش منها، بس أنا عادي يعني بيحبوا الحاجة السبايسي ما فيش مشكلة يعني. قطعتهم كده ورميتهم ايه، حطيتهم على اللحمة وشوحتهم. كل ده ما اخدش وقت يعني، هو تشويحة بسيطة كده في البصل وخلاص على كده. واللحمة سبتها لما استوت فعلا يعني، استنيتها لما استوت. وبعد كده نزلت عليها الفلفل، وبعد الفلفل جبت كيسين الصلصة وحطيتهم عليها. الصلصة دي بتدي لون يعني. هي كانت بسم الله ما شاء الله المكرونة الطماطم حمرا وكل حاجة، بس انا حبيت اخليها حمرا زيادة يعني. جبت كيسين، شايفين لون اللحمة، هي مش محتاجة طماطم تاني، بس انا برضو حبيت زيادة تأكيد عشان الطماطم تبقى اكتر. جبت كده حوالي نص كيلو طماطم، ضربتهم في الخلاط ونزلتهم على اللحمة وسبتهم ايه يتسبكوا. حطيت لهم طبعا التوابل بتاعتهم، فلفل اسود وملح بس، ما حطيتش توابل تاني، وبابريكا. هما الحاجات دي اللي حطيتها يعني. انا دايما بقول لكم التوابل الكتيره ما بحبهاش في الاكل، بتغير طعم الاكل. شايفين بسم الله ما شاء الله اللحمه حمرا ازاي. بقول لكم يعني الصلصة كانت غنية عن ان انا احط طماطم تاني، بس انا طبعا عشان هسلق المكرونة حباها تبقى حمرا اكتر يعني، زودت الطماطم وزودت بابريكا يعني عشان تبقى المكرونة حمرا اكتر. وبعد كده على ما سبتها على ما تستوي قلت ايه،
اعمل بانيه. هو ممكن الاكله دي تغني عنها عن البانيه خالص يعني ممكن ما تعمليش معاه بانيه، بس انا حابه معاه بانيه، ما رضيتش ازعلهم، قلت لهم خلاص اعمل لكم. بس هي الاكل اصلا اللحمه فيها المكرونه فيها لحمه، يعني لو انت عاوزه تعمليها كده خلاص هتكفي معاكم والحمد لله. بس هم طلبوها مني، ما رضيتش ازعلهم، قلت لهم خلاص. لو انا ما عنديش بانيه ما كنتش هعمل، يعني ما كنتش هجيب مخصوص. انا البانيه ده كان موجود في التلاجة، هو ده سبب اللي انا عملته معاه. اللي انت لو ما عندكيش خلاص مشي يومك باللحمه والمكرونه وخلاص على كده. لازم نمشي حياتنا، ما تقفيش على حاجة معينة. يعني مش أنا لما عملت مكرونة وبانيه لازم تعملي، لا أنت لو بنص كيلو اللحمة دي عملتي أكلة وأكلة كمان وهتشبعك اليوم كله. وأنا كمان عملت وشلت منها كمان، أديك هتشوفوا كمان. أنا هنا طبعا إيه، جبت بقسماط من العادي من عند العطار، وحطيت معلقتين نشا عليه، وحطيت فلفل أسود وملح عشان أتبل إيه البقسماط والنشا. وبعد كده البانيه ده بقول لكم انا كنت متبلاه وحاطاه في التلاجة، يعني ما كنتش جايباه في نفس اليوم. وحطيته كله كده مره واحده، وبعد كده رجعت حطيت سمنه في الطاسه وهقليه في الطاسه هنا، يعني زي ما انتوا شايفين اهو. وهتشوفوا كل حاجه. وفي العين التانية قلت عشان انجز في الوقت كده والحر اللي انا فيه ده في المطبخ، اسلق المكرونه. حطيت الماء تتسلق كده، بوريكم شايفين اللحمه بالصلصه عامله ازاي لونها. بقول لكم هي ما كانت يعني هي كده كانت تكتفي ان هي تتاكل لوحدها من غير اي حاجه. بس انا قلت اعمل وخلاص، يعني البانيه معلش مش هزعلهم المره دي. هو كل واحد خد قطعه وخلاص، يعني هو مش كتير، يعني هو كل واحد خد قطعه وخلاص على كده. والحمد لله، يعني فضل ونعمه. اللهم صل على النبي. هنا شايفين البانيه لونه دهب وحلو ازاي. في ناس تقولك البانيه لازم يبقى الطاسه كده الزيت غزير وكده، بس انا لا، انا بحب الزيت كده يعني. وهنا طبعا المكرونه حبيت اسلقها، جبت كده كيسين مكرونه سلقتهم. اللهم صل، لا حطيت 3، انا حطيت بزياده، قلت ايه عشان طبعا انتوا عارفين المكرونه المسلوقه دي بتبقى خفيفه كده في الاكل. قلت هزود عشان بدل ما معوز، زودت حطيت 3 اكياس مكرونه. اللهم صل على النبي. وهنا طبعا البانيه كان خلاص استوى. قلت ايه خلاص طلعته. وهنا طبعا عشان الاكله انتوا عارفين الصيف واللي احنا فيه ده، قطعت خيار اللي كنت جايباه معاكم برضو في المشتريات، قلت اقطعه. ما عملت السلطه صراحه النهارده، قطعت خيار كده، قلت تغيير عن السلطة اقطع خيار. قطعته كده حلقات. انتوا حابين تاكلوا سلطة مخلل، بس انا حاسه بالمخلل في الصيف ده ما بيتاكلش، يعني اكتر حاجه في الصيف تاكل سلطه. انما المخلل انا حاسه شتوي اكتر. هنا بسم الله ما شاء الله، شايفين اللحمه استوت ازاي وبتعصجت. وقلت لا دي كتيره خالص على المكرونه، اشيل منها شويه كده، على لو عوزنا مثلا بالليل الاولاد يسلقوا مكرونه تاني ويتعشوا بيها يوم تاني. لقيتها صراحة كتيرة، قلت لا عشان ما يبقاش برضو زيادة عن حق، يعني تبقى مش حلوة لما تبقى كتيرة. وهتشوفوها كمان يعني هتبقى حلوة ومظبوطة، يعني ما تقوليش ان هي مثلا اللحمة فيها قليلة، لا كانت حلوة برضو. شايفين المكرونة مسلوقة ومفلفلة وحلوة. انا حبيت اجيب النوع ده، حسيت بقى اكتر هتمشي مسلوق يعني. وتغيير عن الشكل، دايما الشكل بيفتح النفس. وانتوا عارفين طبعا الاطفال بتحب الاشكال دي عشان ياكلوا اكتر طبعا ويفتحوا نفسهم كده، تجيبوا لهم الحاجة ايه الشكل اللي يحبوه. شايفين تفتح النفس وانا بعملها اهو. شايفين اهو، جربوها وان شاء الله تعجبكم وتعجب اولادكم. اهو هناك طبعا بقلبها، وقلت لكم يعني هي كمان كانت برضو، يعني لو شلت كمان لحمه تاني كانت هتبقى كويسه برضو. يعني انا شلت وبرضو كنت حاسبها برضو كتيره. هنا طبعا بعد ما قلبتها وخلصت وحطيت الاكل في الاطباق، كان بسم الله ان شاء الله يفتح النفس يعني. اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. اهو شايفين بوريكم المكرونه يعني مفلفله وكل حاجه. المكرونه وادي البفتيك، بقول لكم كل واحد خد قطعه والحمد لله يعني. والخيار، وهلف هنا وشفا على قلبهم. هو بقول لكم فيديو ظريف كده وخفيف ولطيف عشان ما تملوش. هنا طبعا كنت جايبين البطيخه دي، كنا حاطينها في التلاجة طبعا اللي بعد الغدا، كانت مرمله وكانت بسم الله ما شاء الله، كانت يعني طعمها حلو ومسكر. انتوا شايفين طبعا شكلها، يعني شكلها بيتكلم عن نفسه يعني. هو البطيخ لو ما كانش لونه احمر ومرمل ومسكر ما يتاكلش. مره جبت بطيخه كده فتحتها لقيتها مش حلوه، رميتها زي ما هي، كانت عامله زي كأنه شعر كده طالع منها. خدتها زي ما هي كده وفي الكيس وفي الكيس ورميتها. ما اعرفش ليه البطيخ بتاع اليومين دول نادرا كده لما تجيبي بطيخه حلوه،
او ممكن تخلي البياع يفتحها لك بالسكينة عشان تشوفيها قبل، لو انت مش مطمنة منها تخلي البياع يفتحها لك. بس انا صراحة ما بحبش الموضوع ده، بيبهدل البطيخة. شايفين مرملة ازاي؟ ووريها لكم كانت مسكرة. واشوفكم على خير ومع السلامة.